رغدة فوق يا رغدة. رغدة معلش معلش فوقي. خدتيني عليك يا جزمة، كنت فاكرك هتروحي مني. معلش يا رغدة معلش ما تزعليش. انت بتمد ايدك عليا يا حسن؟ انت بتمد ايدك عليا؟ معلش يا رغدة حقك عليا، انت بقى اللي خرجتيني عن شعوري وعصبتيني. عصبتك؟ طب انت طالب؟ انت قلت ايه يا رغدة؟ قلت لك انت طالب، ويلا قوم من وشي، مش عايز اشوف وشك قدامي. يلا قوم قوم، مش طايقه اشوفك، غور من وشي بقى، اوعى. يا نهار اسود، طلعينا يا رغدة. ده انا حسن الوحش. رغدة تعالى يا ايوب. بسم الله الرحمن الرحيم. خش يا ايوب. عجبتك؟ حاجة زي ما انت طالب اهو، برحة وقريبة من كل حتة. الله ينور عليك يا توتي. الله يبارك فيك يا معلم. والأوض دي بتاعتك برضو، كل حاجة هنا بتاعتك. بعدين انت مش محتاج ايوب، ده انت توصيت الغالي. سلم لي المعلم فرج. عينيا مفتاحك. تأمرنيش بحاجة؟ ربنا ما يأمر عليك حد. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. افلك. ماشي. يلا بقى عشان ناكل. ما بحبش الرز الاصفر يا ماما. طب بلاش، هتاكلي فراخ مش رز بس. لا 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 مش عاد. بلاش اكل. طب خدي العصير ده. لا ما بعدين. طب يا ماما مش قادره اتفضل بقى. يا استاذ عزيز اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير يا خالتي. مساء النور يا ابني، اهلا وسهلا. معلش والله انا اسف، انا عرفت متاخر، بس اول ما عرفت قلت اجي اطمن على طول. الف سلامه عليك يا انسه اسماء. الله يسلمك. شكرا. من يد من اعدامها يا ابني. شكرا. على ايه؟ ربنا يخليك يا رب. استاذ عزت كتر خيره، اول ما عرف انك تعبانه اتخانق معايا وقال لي ازاي ما اجيش ازورها. فعلا؟ لا كتر خيرك الصراحه. طب ممكن بس على اذنك شويه عشان عايزه ارتاح ولا ايه؟ طبعا. طبعا انا كنت بطمن بس. ماشي بعد اذنك. تسلم رجليك يا ابني، انست وشرفت. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا ابني. انت ايه يا بت انت مش هتتلمي بقى شويه؟ اتلم ايه؟ عايزاه اوصلك لحد بره يعني؟ توصلي ده ايه يا بت؟ ادي للراجل ريق حلو شويه، ده لسه جايب لك شوكولاته. خساره فيكي. ارميها، مش عايزاها. ارميها؟ تعالي بس تعالي. ورحمه بابا يا شيخه، ورحمه بابا نفتح الموضوع ده تاني عشان خاطري. ورحمه ابوكي انا هفضل افتح الموضوع ده لحد ما افرح بيكي. يا بنتي يا بنتي، ابوكي ما عاشلكيش وانا كمان مش هعيشلك، يعني عايزه افرح بيكي قبل ما اموت. بعد الشر عليكي بقى، انت غاويه نكد. ما كفايه النكد اللي دخل علينا من شويه ده. بس تصدقي لايق عليكي. ده تفتحي بقى بطيتي، ما تزعليش. الله، ما قلت لك حقك عليا. والله لو وقفت كده لبكره الصبح ما هعبرك. طب معلش عديها المره دي،
عشان خاطري يا ام احمد. امشي من البيت يا حسن يا وحش، ولا عايزني اطفش انا؟ لا ولا ايه، انا اللي هسيب لك البيت لحد ما ترتاحي شويه وتهدي، وانا عارف ايه اللي هيريحك ويبسطك ويهديكي. وليكي مني يا ست الكل شيك ب100,000 جنيه عشان ترضي. امشي اخرج بره يا حسن. ماشي، هنخليهم 150,000 جنيه. بقول لك اخرج بره، ما بتفهمش؟ رغدة غد. طب 200,000 جنيه. افتحي بقى رغدة. رغدتي يغمى عليها من المبلغ ولا ايه؟ مساء الخير. ايه يا ايوب، فينك طول اليوم؟ شوية مشاغل معلش. هو تخليص الحقوق دلوقتي بقى مشاغل؟ منصور وعمتك والزيارات العائليه دي مش مشاغل، دي عطله. الله. ده انا بقى كده مش بعيد، ده مد ايدي في جيبي الاقيك قاعد فيه. لا، انا عايزك تمد ايدك في جيبك تلاقي فلوس مش تلاقيني. هنعمل ايه في السحنه دي يا ربي؟ يا ايوب احنا كده داخلين على شهر وفعلا متعطلين. اديني فضيت لك يا سيدي، بس بشرط. اشرط عادي كده. سيبونا لوحدنا يا رجاله، مفهوم؟ هتمشي بدماغي، يعني الكلام اللي هقوله هيتنفذ. ما هو اللي بحبه فيك يا ايوب هي دماغك. ماشي، محتاجين 2 مليون جنيه. نعم يا اخويا، هو انا لو معايا 2 مليون كنت فكرت اسرق البنك؟ اهدى بس يا باهر، انا قلت لك بدماغي، ولو مشينا عليها اضمن لك ال2 مليون دول هيتضربوا في 10، يعني هيبقوا 20 مليون، ولو فتحت مخك معايا وبركت هيبقوا 30. واجيبهم منين طيب؟ اديني عقلك. هبيع العربيه والفيلا وكلها كام شهر ونبقى على الحديده؟ وبعدين انت بتتكلم جد؟ بتكلم جد جدا. ملهاش حل تاني، هو مفيش غيره اللي ممكن يتصرف لنا، ولعلمك بقى مفيش غيره. مين هو؟ لطفي. ده مين لطفي ده؟ ده واد صايع ودماغه ادهم الدواهي، اسطوره في البورصه وحافظ تعاملاتها وبيخطط لها كويس قوي. ممكن بعلاقاته يعرف تاجر او حد يمولنا وبالمره يخش معانا. ويخش معانا ليه؟ ما تخلص معاه منك ليه؟ ايه لازمته انه يخش معانا؟ لا، احنا محتاجين دماغه قبل فلوسه. طب وانت عارف فين اراضيه؟ لا، بس عارف شغال فين. مالي ايدك منه يا باهر. ربنا يستر. ربنا يستر. حضرتك بتقول ايه؟ ياه، هو انت ما سمعتنيش كل ده يا استاذ ولا ايه؟ يا استاذ لطفي ساب الشركه ومش راجع تاني عشان خسر الشركه كتير قوي قوي. طيب هو شغال في شركه تانية؟ لا يا بيه، استاذ لطفي خلاص بح. هو اللي عمل كده في نفسه، سمعته بقت في الحضيض ومفيش شركه هترضى تشغله تاني. عارف ليه؟ عشان ضيع على الناس فلوسها. تقوم تقول لي شركه تانية؟ اللي زي ده يا باشا ربنا يتولاه، والحمد لله انها جت على قد طرده من الشركه. اي خدمه تاني سعادتك؟ طب ممكن اعرف عنوانه؟ بصراحه مش هعرف اجيبهولك، ده بقاله كتير قوي سايب الشركه ومحدش عارف طريقه. انا اسف، كان نفسي اساعدك. شكر. اتفضل يا استاذ. شكرا. اتفضل. ايه؟
ساب الشركه وشغال في واحده تانيه ومحدش عارف له طريق. وبعدين هنعمل ايه؟ انا هتصرف. يلا بينا. ماشي. ايه متر؟ مالك مختفي يعني وما بتسألش في المصايب السوداء اللي حطت على دماغنا دي؟ وفي مصايب اكتر من اللي احنا فيه ده؟ طب وبعدين؟ اتفضل. تسلم ايدك يا حبيبتي. اتفضل. شكري. انا بس هدخل جوه ادور الشغل واجيلكوا حالا. سلمي لي على الشغل. خليك معايا هنا يا عم، وانت مأجر عجلة ما هي معاك، مش تشوف المصيبة السوداء اللي حطت على حبيبك؟ مش الهانم مدام راغدة طلقتني؟ احسن، الف بركه. انا قلت لك من الاول انا مش مطمن لموضوع العصمه في ايدها ده. طب والعمل دلوقتي هعمل ايه؟ مفيش، فك كيسك شويه وهي هترد لك. يا عم فكيت وعرضت عليها فلوس ما حلمتش بيها ولا شافتها في حياتها، برضه ما عندها ومنشفه دماغها. فك كيسك اكتر وهي هترد هتروح فين يعني؟ سيبك من الموضوع ده وخلينا في اللي احنا فيه. انا بصراحه برضه يعني ما عجبنيش اللي حصل لك ده يا منصور. ده انت كده ما بقاش ليك وش تخش بيه الحته تاني. وانا مش هدخل الحته تاني غير لما ابقى كبير وادوس على اي حد سهل ان انا يتعمل فيا كده. ولا يهمك يا منصور، انا الحاجات دي ما تعديش عليا عيب. انا دقيت على الحديد وهو سخن على طول، وخليت عيله سكر دي مفيش راجل فيها رجله تهوى بناحيه الحاره، لحد ما جم قعدوا يتوددوا ويحلفوا وقالوا ان في ناس كده تبع ايوب هم اللي جم ضغطوا عليهم وقالوا لهم لو ما عملتوش كده هنبوظ لكم الليله، وشكلهم هم الناس اللي جم دفعوا الفلوس اللي على ايوب. دي عيله وسخه، مفيش منهم ذكر واحد بس حاش عني وانا بتضرب. هم ضايقوك جامد ولا ايه؟ انا اتنفخت. ولا يهمك يا منصور، وحياة شرفك لا اجيبهم لك لغايه عندك ويبصوا جزمتك. سيبك من الموضوع ده دلوقتي. انا عندي مصلحه هتخلي الدنيا كلها تتمنى تسلم علينا. سلموا علينا ليه يا عم منصور؟ هنشتغل ايه؟ نجوم سينما؟ لا يا اخويا، هنشتغل في الدهب. دهب يا منصور؟ انت واضح ان العلقه اللي خدتها اثرت على نافوخك. في ايه يا عم؟ اسمع مني بقى وفكك من الشويتين اللي انت بتعملهم دول. دي فيلا في الدق بتاعت واحد خواجه هناخدها على 3 مليون جنيه، والراجل حبيب صافي الروح بالروح، يعني هتخلصها لنا هوا. لا صافي ولا مافي. بقول لك ايه، انا ماليش في الشغلانات بتاعتك ده يا منصور، اخلعنا انا من الحكايه. يا عم اسمع مني، اخلعك ايه؟ دي فيلا تسوى لها 25 مليون جنيه هناخدها ب 3 مليون جنيه، يعني انت 12 ونص وانا 12 ونص. اعقل الكلام بقى. انا اللي اعقل الكلام يا منصور؟ حاجه ب 25 مليون يتبعها لك ب 3 مليون ليه؟ عشان صاحبها غشيم وصافي مفهمانا ده سعر المنطقه. نسيبها ولا ناخدها؟ لا واضح ان صافي دي يعني حقنه. طيب ماشي، لو الموضوع كده ونتاكد منه من اوراقه وانت محامي ودي شغلتك، نخش يا عم في السبوبه ونشقطها قبل ما حد يقبشها مننا. هو ده الكلام، يلا بينا. يلا بينا فين يا عم؟ مش هنقعد نشرب لنا كاسين وصافي تجيب صاحبتها ونهيص شويه؟ وبعدين ايه المفتاح ده؟ انت جبت عربيه جديده ولا ايه؟ دي حته بام كده عشان نفسيتي اللي زي الزفت. بام عشان نفسيتك؟ وانت نفسيتك بقت بترتاح على الالماني؟ يا جدع صلي على النبي في قلبك وقول قل اعوذ برب الفلق، انا لسه ما رخصتهاش. مصلي يا عم مصلي. واضح ان انت عايز تامرك وتخمس. من ساعه ما شفت صافي ده وانا عرفت ان انت بترتاح على الالماني. طب يلا يا اخويا نروح نامرك ونخمس. يلا وسكرفاتك دي. يلا حبيب قلبي. بس شاطره يا بنتي يا وفاء انك عرفتي تيجي. انا قلت هتوهي ومش هتعرفي العنوان. ده يا اختي نفسي اجيلك بقالي كتير، بس اعمل ايه بقى في الشغل اللي ما بيخلص؟ ولا اوردرات الزباين في البيوت لما الشغل يخلص، لما بروح اترمي على السرير واقعد احلم طول الليل اني ماسكه الفتله ببقي لما بوسي ده بقى متر قدام. يخرب بيت فقرك يا بنت. المهم احكي لي ايه اخبار المغدور؟ ما ده اللي انا جايه لك عشانه. عرفت يا اختي ان الموكوس من الموكوسه منصور ملموم على واحده شمال الشمال اسمها صفيه، وقاعد عندها في البيت من ساعه اللي حصل له من ايوب، وماسك لها القواضي بتاعتها كلها. هي بتشتغل في الاستغفر الله العظيم. لا والله. وايه كمان بقى؟ وعرفت كمان انه جاب عربيه بي ام. يا ابن الكلب يا واطي، يعني انا اتمرمط المرمطه اللي انا فيها دي وهو بفلوسي يروح يركب البي ام؟ طب وحياة امك يا منصور لا اوريك. ناوية على ايه؟ ناوية على كل خير، بس عايزة منك خدمة. قولي يا حبيبتي. عايزاكي تجيبي لي كل تحركات الواد ده بالسنتي.
بسيطه، اجرجر لك الواد بنسى وهو يقول لنا على كل حاجه. اتفقنا. ما تخلصني يا اخويا بقى لي ساعه واقفه قدامك. حاضر. حضر لك الخير. صباح الخير يا ست الكل. عزت، صباح الخير يا ابني. ايه الصدفه دي؟ ايه اللي جايبك السوق؟ والله يا خالتي هي مش صدفه، انا بصراحه كان في كلمتين عندي وعايز اقولهم لك وما كنتش اقدر اقولهم غير هنا. خير يا ابني، كفى الله الشر. انا عارف ان انتوا بتقولوا عليا ان انا زنان وان انا رامي نفسي، بس والله العظيم